بمشاركة عناصر من الاستخبارات التركية يوم السبت الفائت الشاب ريزان محمد من منزله في مركز ناحية شراء واقتادته إلى جهة مجهولة. وتم اعتقال الشاب ريزان والذي كان يعمل في مهنة التمديدات الكهربائية بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، ولا يزال مصيره مجهولا حتى ساعة إعداد الخبر هذا. وكانت سلطات الاحتلال التركي قد اعتقلت في الشهر الأخير من العام 2021 كلا من المواطن فتحي محمد علي من أهالي قرية معرسكي، ثم أفرجت عنه في اليوم الخامس وهو الذي اختطف واعتقل لأكثر من مرة. المواطنة نسرين محمد وقاص من أهالي بلدة كاخري بعد الإفراج عنها في وقت سابق بكفالة مالية إثر احتجازها في سجن عفرين منذ 21/9/2021، وذلك لاستكمال باقي مدة عقوبة السجن الجائر المفروضة عليها بتهمة العلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة. المواطن مصطفى ناصر من قرية تورندي، وشاب باسم حسين دون معرفة أسباب الاعتقال. زار يوم أمس الثلاثاء السفير مات بورل نائب المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا مبنى دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو للقاء مسؤولي الإدارة الذاتية والتباحث حول آخر المستجدات في المنطقة. تم استقباله من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر ونائبا الرئاسة المشتركة فنر القاعط وعبير إيليا وعضو الهيئة الإدارية محمد حسن. وبحسب موقع الإدارة الذاتية فقد تم تبادل وجهات النظر بخصوص عدة مسائل وقضايا سياسية واقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم وضع السفير بصورة الوضع الاقتصادي نتيجة للحصار المفروض على المنطقة، وخاصة بعد إغلاق معبلة الكوتشر اليعروبية وقلة دخول المواد الإغاثية والإنسانية، وما زاد من تعميق الأزمة إغلاق معبر سيمالكا وتداعياته على الوضع الاقتصادي والإنساني وبالتالي استقرار المنطقة. وأوضح الرئيس المشترك للدائرة عبد الكريم عمر تأثير الهجمات التركية المتكررة على تل تمر وناحية زرقان وغيرها، بالإضافة إلى استهداف المدنيين العزل بالطائرات المسيرة على زعزعة استقرار المنطقة، وكل هذا يدخل في خدمة ودعم الإرهاب. كما تم الحديث عن خطر الإرهاب والوضع في المعتقلات ومخيمي الهول وروج وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته. وأكد السفير مات بورل من جانبه على استمرار بقاء قوات التحالف والولايات المتحدة في المنطقة لمحاربة الإرهاب ودعم الاستقرار المنطقة وتقوية العلاقات الاقتصادية، والعمل على فتح معبر سيمالكا لما لإغلاقه من تداعيات اقتصادية وإنسانية على الشعب، بالإضافة إلى الضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ملف معتقلي داعش وعوائلهم في مخيمي الهول وروج. اعتقلت الشرطة الكازاخستانية ليلة الثلاثاء ونهار الأربعاء أكثر من 200 شخص بتهمة المشاركة في المظاهرات التي انطلقت يوم الأحد الفائت في كازاخستان ضد رفع أسعار الغاز، والتي أجبرت الرئيس قاسم توكايف على إقالة الحكومة التي كانت قد حاولت دون جدوى تهدئة المتظاهرين عبر الموافقة على خفض سعر الغاز الطبيعي المسال. وأدت هذه المظاهرات بما فيها تلك التي تم تفريقها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ليل الثلاثاء والأربعاء من قبل الشرطة في آلما آتا إلى إقالة الحكومة بقرار من الرئيس قاسم توكايف. وأعلنت حالة الطوارئ حتى 19 كانون الثاني في مناطق عدة بما في ذلك العاصمة الاقتصادية آلما آتا، حيث سيسري حظر تجول من الساعة 11 ليلا حتى الساعة 7 بالتوقيت المحلي. وقالت وزارة الداخلية الكازاخستانية في بيان إن المتظاهرين انجرفوا في القيام باستفزازات عبر قطع الطرق وحركة السير وبالإخلال بالنظام العام. وقال التلفزيون الكازاخستاني الأربعاء إن مدير مصنع لمعالجة الغاز ومسؤولا آخر اعتقلا في منطقة مانجيستاو حيث تقع جاناوزن، وأضاف أنهما متهمان بزيادة سعر الغاز دون سبب، مما أدى إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.
نظمت مراسم إحياء ذكرى القتلى من الجيش الإيراني الذين قاتلوا في العراق وسوريا في العاصمة طهران يوم أمس الثلاثاء. وحضر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائاني ومسؤولون إيرانيون مراسم إحياء ذكرى 200 شهيد من المدافعين عن العتبات المقدسة. وفي إشارة إلى عملية اغتيال قائد قوة القدس قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية، تساءل قائاني قائلا: هل تصورتم أنكم ارتكبتم جريمة وانتهى الأمر؟ كما وتوعد قائاني القتلى بالقول: سيثأر المجتمع الإسلامي منكم وكذا سيفعل أحرار العالم، سيثأرون منكم ومن المجرمين بطرق مختلفة بحيث يرسخ في ذاكرتكم طيلة عمركم. وتخلل مراسم إحياء ذكرى سليمان عرض لمجموعة من صوره. وفي 3 يناير كانون الثاني 2020 تعرض قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس لعملية اغتيال قرب مطار بغداد الدولي. وكان البنتاغون أكد في بيان تنفيذ الولايات المتحدة للغارة الجوية بناء على أمر من رئيسها الأمريكي عندئذ دونالد ترامب، واعتبرها إجراء دفاعي حازم لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج.